وصفتنا اليوم حلا المانجا البارد. شايفين شكله؟ يا سلام. شوف الطريقة. هنا عندنا 4 حبات مانجا. اختار المانجا الكويسة، بعدها بنقطعها ونضيفها في محضر الطعام ونطحنها مرة كويس. شايفين كده المانجا عندنا جاهزة. وللخليط الأبيض أحتاج حليب مكثف، علبة قشطة، من عندي أي جبن كريمي. العلبة اللي عندي 500 جرام، حستخدم نصها تقريبا. بعدها بضيف علبة قشطة، بعدها بضيف الحليب المكثف. أنا ما حزود، حضيف شوية بس عشان ما أحب السكر يكون زايد. أخفقهم كويس مع بعض. بعدها أضيف ملعقتين من المانجا، بتعطينا نكهة مرة حلوة. بعدها نمزجهم كويس مع بعض. شايفين كذا الخليط عندنا صار جاهز. هنا عندنا ظرف جيلاتين، أصب عليه شوية موية تكون حارة، أذوب الجيلاتين على السريع عشان ما يتكتل. بصب نص الكمية مع المانجا والنص الثاني بنخليه للخليط الأبيض. ما تصب الجيلاتين وهو حار، خلوه يبرد شوي بعدين نصبه. هنا عندنا كيكة فانيلا جاهزة، بنقطعها. نجهز الكاسات اللي حنصلح فيها الحالة. هنا عندنا عصير مانجا، ونضيف الكيك بهذا الشكل ونضغط عليه كويس. شايفين يكون بهذه الطريقة. نسقي الكيكة بشوية من العصير. أخذت الكاسات على الثلاجة لأن الكيكة تشربت. بعدها نصب الكريمة بهذا الشكل. أنا صبيتها في كيس خاص للحلا، ووزعها بهذه الطريقة. شايفين؟ بعدها نوزعها بالملعقة بهذا الشكل. آخر شي نصب المانجا اللي سويناه ونوزعها. يا سلام. وكمان ناخذها على الثلاجة لين تتماسك. آخر شي نزين الطبق. يا سلام. وكذا الحلا عندنا صار جاهز، يستحق التجربة.